إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا موسم رجب، ليلة الإسراء والمعراج. كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم إلى الله أقرب، وكل سنة وانتم في صحة وطاعة يا رب ورضا من الرحمن. نسمي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، عايزة اقول لكم ان انا النهاردة كان يومي طويل، بس الحمد لله بفضل الله وبذكر الله عدى سهل وسلس، مفهوش اي تعب الحمد لله. ربنا مقدرنا وواقفين على رجلينا وبنخدم عيالنا وبنشيل وبنحط، الحمد لله. اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمة. بس زي ما انتوا شايفين بقى كده، العلبة بتاعتي دي انا بحطها كده جوه درج الفريزر زي ما هي كده. معانا بقى قلقاس، ومعانا صلصة محشي، ومعانا فلفل الوان، معانا شوية تفريزات حلوة كده هتنفعنا في رمضان، هتسهل علينا الوقت وهتأثر علينا الجهد، وهتدينا وقت كده ان احنا نستغل وقت رمضان في الطاعة. مش نقعد لسه هنقعد ننضف خضار ونقطع خضار والكلام ده كله، لا. استغلي بقى الوقت اليومين دول وخزني وفرزي حاجتك. يلا بينا بقى نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده، انا صحيت من النوم الصبح بقى، غسلت حوالي كيلو الا ربع رز ان شاء الله، عشان هنعمل بقى طبعا كفتة رز النهاردة. موسم كل سنة وانتم طيبين، فهنعمل بقى كفتة رز كده بإذن الله. خدت بقى كده كام فص من الثوم قشرتهم، ومعايا كمان بصلتين كده على كيلو رز، على كيلو لحمة. انا هعمل كيلو لحمة على كيلو الا ربع رز، ممكن تعمليها على كيلو رز. يلا بينا بقى، نزلنا السوق زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الاجواء الحلوة، اجواء الخير وشهر الخير وايام الخير كلها جاية. عملت بقى الكفتة بتاعتي دي كيلو لحمة على كيلو الا ربع رز. رمت معايا بقى كمية حلوة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده على الميزان. يعني معدية 2 كيلو، داخلة على ونص الحمد لله. طبعا لو عملتي على كيلو رز كيلو لحمة هتديكي برضو كمية اكبر، بس انا بحب اللحمة تبقى احلى يعني اكتر شوية. كمان لفيت السوق على سلق، ما لقيتش الا الربطة اليتيمة دي، يلا مش مشكلة. جبت بقى كمان شوية قلقاس كده، قلقاس الشتا طبعا لا يعلى عليه، بيبقى زبدة. وجبت شوية طماطم وشوية خضرة كده للمحشي، وجزر وبنجر زي ما انتوا شايفين كده. جبت شوية حاجات حلوة. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. معايا كده حلة على النار، حطيتها وحطيت بقى هنزل فيها بالطماطم. طبعا انا هعمل تسبيكة محشي رمضان ان شاء الله ان عشنا، فمش عايزة اقللها بصل عشان تبقاش حامية، فبعملها ني في ني، تبقى طعمها احلى واطعم، وكمان بتبقى خفيفة عشان بيبقى اليوم صيام وكده. حطيت بقى الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، هسيبها تغلي بقى شوية وتتسبك، وبعد كده هنزل عليها بالبصل اهو. غطي عليها. معايا كمان حلة هنا فيها مية عشان نعمل الغدا بتاعنا. زي ما قلت لكم النهاردة موسم كل سنة وانتوا طيبين، فلازم بقى ايه تبقي شاغلة وقتك كله في حاجات مفيدة. نقلت بس حلة الطماطم كده على جنب. معايا هنا فصين مستكة، ومعايا طماطم وبصل في الحلة، ومعايا ورقتين لورا، وشوية فلفل اسود حب، ومعايا كمان حبهان، فصين حبهان كده هفتحهم كده واحطهم في الشوربة، ومعايا كمان كام فص قرنفل. لو عندك قرفة كمان حطي عود قرفة، بس انا الصراحة ما كانش عندي قرفة فاكتفيت بشوية الحاجات دول، برضو بيدوا طعم وريحة للشوربة. سقطت بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها تغلي شوية، وبعد كده هديها بقى بصلاية كده مفروكة بشوية ملح وفلفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. طماطم كمان بدأت تغلي،
هنزل عليها بقى كده بالبصل المتقطع، دول حوالي نص كيلو بصل على 3 كيلو طماطم اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه تكتري البصل اكتر من كده كمان شويه كتري، بس انا برضو يعني لما باجي اعمل المحشي بحب اقطع بصلايه كمان كده ايه طازه. هنيجي بقى هنا نقشر القلقاس بتاعنا. بصوا يا جماعه عشان نبقوا متفقين، القلقاس ما بيتغسلش، القلقاس المتفرز ما بيتغسلش عشان ما تفقديش القيمه الغذائيه بتاعته. انتي بتشطفيه بس كده وبتفكيه من تلجه ساعه ما هتبقي ايه هتعمليه. طبعا قشرنا القلقاس بقى زي ما انتوا شايفين، وعورت ايدي الحمد لله، وخرطته كده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. خرطي بقى الحجم اللي تحبيه. خلاص يا حاجه عورتي ايدك احنا عارفين اهو زي ما انتوا شايفين كده. خدت بقى كده حزمه السلق بتاعتي، قسمتها نصين، ضربت كده نصها مع شويه كزبره والنص التاني هعمله في التقليه اهو. حطيت بقى الشوربه والقلقاس، عملنا الغدا سريع سريع كده واحنا شغالين. عملت بقى كده الغدا، عملت لهم ملوخيه ام حسن، وعملت لهم الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وكفته رز، وعملت شويه رز بشعريه، وكان عندي حبه كسكسي كده في الفريزر طلعتهم سخنتهم، والقلقاس اهوت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا. خلصنا الغدا وغسلنا المواعين، نيجي بقى ايه الشغل اللي احنا هنحطه في الفريزر. جبت بقى بقيه الكفته بتاعتي بعد ما ريحتها في التلاجة، سبتها بقى كده تريح، واخدت منها اللي انا عملته في الغدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقى بعبيها كده في الاكياس، ممكن تصبعيها وتعبيها كده يعني معموله صوابع، بس انا كده بالنسبه لي ما بتاخدش مكان اكتر يعني توفيرا للمكان. زي ما انتوا شايفين كده بقى عبي بقى الكميه اللي تناسبك وتناسب الطبخه بتاعتك، يعني هتطلعي الكيس على قد الطبخه، مش هتطلعيه تفكيه وبعد كده تاخدي منه وتروحي مرجعاه تاني، لا ما ينفعش. الكيس اللي هتطلعيه هو اللي هتستخدميه اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بعبيها بقى زي ما انتوا شايفين، وعبيت كل الخضار بتاعي بالمنظر ده كده. ريحت نفسي ووفرت على نفسي وقت ومجهود كبير، يعني تعبت نفسي ساعتين 3 وانا واقفه بعمل الغدا، والله ما حسينا بالوقت بصراحه ربنا يعني. انت لما بتبداي تستعيني بالله كده وتبداي تشتغلي وتبداي شغلك وانت واقفه في المطبخ مش هتحسي بالوقت. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين يعني، ربنا يعينكم ويعيننا اللهم امين، ويحسن ما بين ايديكم يا رب. خلصت بقى كده زي ما انتوا شايفين اهو. اغسل بقى كده ايديا عشان خاطر انا عايزه اقفل الاكياس بتاعتي دي. بصوا انا بقفل كل الاكياس اللي قدامكم دي اللي انا هفرزها بقفلها بالمنظر ده. كان معايا كده بقى شويه ليمون، عايزه اوريهم لكم برضو انا بقى بحتفظ بالليمون ازاي. بصوا بغسله الاول وبعد كده بنشفه كويس بفوطه نظيفه. اهم حاجه تختاري الليمونه تكون كبيره وناشفه ومليانه ميه، يعني ما تبقاش مضروبه، ما يبقاش فيها خرم، ما يبقاش فيها حاجه، لازم تكون سليمه. طبعا الليمون بيبقى سعره في رمضان او في ايام كده من السنه بيبقى ممكن يوصل سعره 100 جنيه في الكيلو، فانت تستغلي بقى الوقت اليومين دول الليمون رخيص مش غالي. انا كنت جايبه كميه، يعني كنت مفرزه شويه وكنت سايبه شويه في التلاجة، فخفت عليهم بصراحه يبوظوا، قسمتهم على نصين اهو. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده حاجتي كلها اهي جاهزه. خرطنا فلفل الوان وخرطنا الجزر وعملنا تسبيكه المحشي، وخرطت البنجر والقلقاس خدنا منه للغدا وهنفرز منه كمان. كل سنه وانتوا طيبين، وينعاد علينا وعليكم يا رب الايام بكل خير، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا اللهم امين. اهم حاجه تبقي مرتبه نفسك ومرتبه افكارك ومرتبه يومك. كل عام وانتم بخير.